مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بفيديو جديد. إذا أول مرة بتزوروا قناتي بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله وتحضروا الفيديوهات السابقة. وصفتنا لليوم وصفة كتير طيبة وكتير سهلة ومكوناتها متوفرة بكل بيت، ما لها معقدة نهائيا، وطريقتها سهلة وبسيطة يلي هي خبز الحليب الحلو. رح نستعرض المقادير إن شاء الله مع بعض، ورح أترك لكم المقادير كاملة أسفل الفيديو بصندوق الوصف. ممكن نعملها وجبة خفيفة للأطفال للمدرسة، أو ممكن نعملها وجبة كمان للفطور إلنا، أو وجبة عشاء. بصراحة وجبة ولا أروع. إن شاء الله بفيديوهات قادمة رح نقدم لكم أكثر من نوع خبز. ممكن أنواع مثلا تحشوها، ممكن تتركوها سادة، رغبة شخصية راجعة لكم. في عدة أنواع من الخبز بصراحة، يعني طعمه ولا أروع، وبنفس الوقت تحضيره كتير سهل. الفيديو اليوم بالتعاون مع قناة المبدعة والمتألقة دائما الشيف صابرين طه، اللي قدمت لنا طبقها لليوم السينابون. كتير منكم سألوني عن الوصفة، وهي الوصفة صارت بين ايديكم. راح اترك لكم رابط قناتها اسفل الفيديو بصندوق الوصف لحتى تتعرفوا على المقادير وتطبقوا الوصفة. قناتها رائعة عن جد، راح تستفادوا كتير من فيديوهاتها. تسلم ايدك على هالطبق الرائع ومزيد من التقدم والإبداع. بالنسبة للمقادير راح أحتاج ل 250 من الطحين الخاص بالخبز. راح أحتاج ل 3 جرام من الخميرة الفورية، وعندي 30 جرام من السكر العادي، عندي 3 جرام من الملح، وعندي 20 جرام من الزبدة الطرية الغير مالحة، و185 جرام من الحليب الدافي. راح أضيف الخميرة مع الحليب وحرك وغطيهم تقريبا مدة 5 دقائق. بوعاء رح أضيف الطحين ورح أضيف السكر العادي وخلط بشكل جيد. رح أضيف الملح وكمان حرك بشكل جيد. رح أضيف الحليب والخميرة للطحين وخلط بشكل جيد لحتى حاول دخل الطحين للحليب. إذا ما توفر عندكم الطحين الخاص بالخبز، ممكن تستخدموا الطحين العادي اللي هو متعدد الاستعمالات. تمام، بتنجح إن شاء الله معكم الوصفة. هلأ رح أنزل العجينة عندي على سطح العمل، وبدي أدعكها بشكل جيد كتير، يعني بدي حاول تقريبا ضل عم بدعكها مدة ربع ساعة لحتى تصير عندي عجينة ناعمة وملسة. بالبداية رح تلزق معكم العجينة كتير، لأنه لسه ما مزبوط مدخل السائل للطحين ومو متشرب الكمية بالكامل. بس مع الدعك المستمر بتطلع معكم عجينة ملسة مثل ما واضح معكم بالفيديو. بعد ما صارت عندي العجينة بهذا الشكل، رح أضيف عليها 20 جرام من الزبدة الطرية، وبدي حاول دخل الزبدة بالكامل عفوا للعجينة، وبدي أدعكها كمان بشكل مستمر. بالبداية رح تحسوا انه العجينة هيك فصلت، فعادي، هذا الشي طبيعي لانه ضفنا كمية من الزبدة. مع الدعك المستمر رح تلاقوها ردت رجعت شدت وتشربت كل الزبدة اللي موجودة عندي. أنا بالفيديو ما حبيت اليوم استخدم العجانة اللي موجودة عندي، بس أنا قصدت هذا الشي لحتى ورجيكم إنه هي العجينة كمان ممكن إنه تنعمل بالبيت، مش شرط يكون عندك عجانة، بس إذا كان موجود عندك عجانة بتوفري على حالك شوية جهد ووقت. لازم كتير ندعك العجينة صبايا مثل ما واضح معكم بالفيديو لحتى نحصل على عجينة ناعمة وملساء. وهيك صارت عندي العجينة جاهزة. رح أكورها وحطها بوعاء وغطيها لمدة نص ساعة أو ساعة لحتى يتضاعف عندي حجمها. رح أبطن الصينية عندي بورق الخبز. قياس الصينية 8 إنش. طبعا أي صينية ممكن تستخدموها، بس استخدموا صينية صغيرة لأنه كمية العجين عنا ياها صغيرة مو كبيرة. هاي شكل العجين بعد مرور ساعة كاملة تضاعف حجمها. هلأ رح أخذ العجين وحطه على سطح العمل وقطعه على قطع صغيرة مثل ما واضح معكم بالفيديو.
رح اخذ القطع وشكلها على شكل كور صغيرة مثل ما واضح معكم بالفيديو. نخلي المسافة متساوية بيناتهم. بعد ما تكمل عندي الكمية بالكامل رح اغطيها وارجع خمرها بمكان دافي مدة نص ساعة تاني. رح احمل الفرن على درجة حرارة 180 ودخلهم على فرن حامي بس يا دوب يعني 17 دقيقة مو اكتر. انا ما شغلت الفرن من فوق، بس الفرن من تحت وهي لحالها من الحرارة اخذت اللون. هي شكلها بعد ما تخمرت تمام. بعد نص ساعة رح ادخلها على الفرن ونشوف شكلها بعد ما تطلع من الفرن. وهي شكلها بعد ما طلعت عندي من الفرن. بصراحة ريحتها ولا اروع من هيك. أخذت معي بالضبط 17 دقيقة على الرف الأوسط الفرن بس من تحت تمام. بالنسبة للتزيين عندي شوكولا بيضة وشوكولا سودا، حطيتهم بالبايبن باج لحتى ذوبهم بشكل سريع. عندي مي سخنة وحطيتهم بالمي السخنة لحتى تذوب عندي الشوكولا وتصير جاهزة. إذا متوفر عندكم شوكولا نوتيلا ممكن تحطوها كمان بالبايبن باج كمان وتزينوها بنفس الطريقة. هي حرية شخصية راجعة لكم. حبيت أرجيكم شكل الخبز من الداخل. بصراحة خبز ولا أروع، هش كتير وبتحسوه مثل القطن، وبصراحة يستحق التجربة. هذا كل شي لليوم، وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة وعجبكم الفيديو واستفدتوا. ومثل العادة رح أترك لكم المقادير بالكامل أسفل الفيديو بصندوق الوصف، ورح أترك لكم كمان رابط قناة الشيف صابرين طه لحتى تزوروا قناتها وتستفادوا من فيديوهاتها. بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا اليوم من الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنزله. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.